السلام عليكم ورحمة الله. بعد نهاية المقابلة أمام كرواتيا بالتعادل نقطة إيجابية في أول مباراة في المونديال، جاونا فرص قلال وما استغليناهمش. دفاعيا كنا مزيانين، مباراة قتالية من المدافعين، ولكن في التحول الهجومي كانوا أخطاء. عجبني حكيمي ما خلاش بيريزيتش يلعب كيف ما هو مولف كيلعب، وما شفناش حكيمي هجوميا بزاف حيت كان لاصق هاد اللعاب. ياسين بونو دار الماتش كبير وتصدى الكواري اللي وصلوه. نقطة الضوء اللي بانت ليا في هذه المباراة سفيان أمرابط اللي دار ماتش كبير وعاون صحابو دفاعيا. وناحي وأملاح ما كاينينش، داكشي علاش كان عندنا الضعف وسط ميدان هجومي. وشفنا أملاح عطا واحد الكرة بيريزيتش كان غيماركيها. بوفال كان ناقص، ما عرف داكشي اللي كان كيدير في الوديات ما كيعرفش يديرو في الرسميات مع المنتخب، ودخل. الزجاج اللي كان أكفس منه وضيع واحد الهجمة كنا نجيبو منها بيت، ولكن فضل انه يراوغ. ضاعت ليه الكره. النصيري عاون دفاعيا، وهنا كيتبين لنا بلي وليد دخل باش يدافع اكثر من انه يغامر، واحيانا كيخصك تغامر الا بغيتي تماركي. مع العموم هذه نقطه ايجابيه، ونتمنى التوفيق في باقي المباريات.